مساء الهنا والسعادة على أحلى متابعين في الدنيا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي من الفيديو اللي فات للفيديو ده. معانا النهاردة وصفة سريعة كده وجميلة وخفيفة جدا. هنعملها بأقل التكاليف وهعلمك ازاي كل تكاتها. هنعمل النهاردة الجولدن بلو بالطريقة الحلوة دي من غير ما يفك مننا، وسهل جدا ومن غير خلة ومن غير اي يعني كلاكيع. انا معايا هنا ده كيلو من الصدور، ماشي، معلقة من الملح، معلقة فلفل اسود، بصل باودر، بابريكا، بهارات فراخ، حبة كاري وليمونة ومعلقة سكر. تمام كده، تمام كده. انا مش هعمل كل الكمية طبعا، ده كيلو ده كتير. اهم حاجة ان الفراخ بتاعتي مغسولة كويس جدا ومتنشفة. متنشفة يعني ايه؟ يعني هصفيها الاول في بولة او مصفى، وبعد كده هبتدي انشف كويس جدا بمناديل، علشان انا مش عايزة فيها اي مية. وسر المية دوت كل ما كانت ناشفة كل ما كانتش هتفك مني. تمام كده. كمان عشان التتبيلة كمان تلزق فيها، فانا حطيت يا دوبك بس نص ليمونة كده عشان اقدر اعمل مساج للفراخ بتاعتي وتاخد التتبيلة. انا بالنسبة لي عملتها قبلها بساعتين، تقدري تبيتيها في التلاجة قبليها بليلة، بس هي مش محتاجة يعني لان هي صدور خفيفة. المهم هجيب كيس بقى فاضي او كيسين كده واحط ما بينهم القطع، وهبتدي افرد كويس جدا يعني بالشاكوش ده او بايد الهون بقى زي ما انت ما حابه، علشان خاطر الانسجه بتاعتنا تتفتح كده وتبقى البانيه عندي رفيع، ما يبقاش تخين علشان يستوي. علشان في ناس كتير قوي بتشتكي ان ليه الجولدن بلو الفراخ اللي فيها مش بتستوي، علشان بتبقى حتت سميكه. اما لما هنيجي نفردها كده زي البفتيك هتبقى رفيعه جدا ومش هتاخد معايا وقت في السوا. تمام. هقطعها بقى حتتين كده وهبتدي احشي. هحط بقى ده روز بيف، هقطع بس على قد الحته اللي معايا، وبعد كده احط شيدر وهبتدي الف. انا هنا فضلت ان انا الفها الاول يعني لوحدها، وبعد كده ارجع الف عليها الفراخ. ليه بقى؟ علشان ما تحاولش الجبنه الشيدر تسيح وتطلع معايا بره. تمام كده. مش هحط اي خله، انا هلف كويس جدا اهو زي ما انتم ما شايفين من ناحيتين، علشان ما تسيحش مني الجبنه الشيدر وتقع في الزيت وبتبوظ الزيت بسرعه جدا وتخليه يتحرق. تمام. كل ما احنا ما رفعنا الحتت كويس بتاعه الفراخ وخصوصا الحروف، كل ما كانت لفت معانا وبكل سهوله ومقفوله من ناحيتين زي ما انتم ما شايفين. هكمل كل الكميه زي ما انت بقى عايزه، يعني كل ما كانت تخينه تبداي تخبطي عليها كده لغايه عشان تتفرد والانسجه بتاعتها تتفرد، وبعد كده تبداي تلفي. طبعا كيلو ده كتير جدا، لان القطعه او قطعتين بالكتير بيبقوا تمام قوي، لان هي غنيه بالحاجات اللي فيها قوي، ويعني مشبعه جدا بصراحه. بس كده هبتدي الف كده زي ما انتم ما شايفين وابرم كويس. عملت كذا واحده قدامكم علشان اقول لكم الطريقه اهي. الم من الجناب كاني بلف محشي بالظبط. بس كده. بص بقى، ولا هحط خله ولا اي حاجه. كل اللي انا هعمله هقوم هرصاهم في طبق وادخلهم الفريزر شويه تمسك نفسها يعني جامد اهي زي ما انتم شايفين كده، ساعتين ولا حاجه. وبعد كده بيضه بملح وفلفل، حبه بقسماط وحبه دقيق، وهبتدي انزل فيها وهي متجمده. هي متجمده ساعتين بس. تمام. علشان الغلاف بقى ما يفكش منك، يبقى عندنا غلاف فيه بيض ودقيق وبقسماط زي البيضه زي ما بنعمل البانيه العادي. بس هتخلص من الدقيق الزياده والبقسماط الزياده. بصي متحجره زي ما انتم شايفين، يا دوبك ساعتين صدقوني، بس هي مش اكتر من كده. وابدأي بقى دوسي عليها جامد علشان ما تفكش منك. هنسخن الزيت عقبال ما انا بلف كده، هكون في حاجه غويطه شويه علشان لازم الزيت يبقى شويه مغطيها ولو حتى 3/4، ويكون عالي قوي في البدايه، وبعد كده هرجع اوطي النار عليها علشان تستوي براحتها جوه ومن بره، والاقي الجبنه من جوه كمان ساحت. هعمل كل الكميه اللي عندي دي وبعد كده هبتدي اشتغل. اهم حاجه اللي احنا يعني نحط الكفر فيها وهي شويه متجمده. تمام. تمام كده. لو وصلت لهنا ما تنسيش اللايك والشير بقى، وحطي كومنت محفز منك علشان بيشجعني، لان الفيديوهات دي بتاخد مني وقت طويل جدا في التصوير وبتتعبني، فمحتاجه تشجيع منك علشان استمر. اهي دي بص النار سخنه ازاي اول لما نزلت، بس هوطي عليها بقى تاخد التحميره التمام. بص لونها طالعه ازاي جميل، ومقفوله لغايه دلوقتي من ناحيتين،
زي ما انتم ما شايفين اهي ما فكتش خالص، واخده الكفر اللون حلو جدا وكمان قرمشه. عملت جنبيها حبه مكرونه زي ما انتم ما شايفين، وده طبق تمام قوي كده مشبع. باي باي، اشوفكم في فيديو جديد.